وكل من هتف ضد خطة الحكومة رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما، وهي المحاولة الرابعة منذ بداية العام للحصول على مليون متظاهر في الشارع. أعتقد أننا حشدنا مليونين، ليس في باريس وحدها ولكن في المدن الأخرى أيضا، والعدد يتجاوز هذا الرقم، وعلى الحكومة أن تفهم أن هناك الكثير من الفرنسيين يؤيدوننا. والذي أغضب النقابات أن الخطة رفعت الرسوم على رواتب الفئات الوسطى وحدها لسد عجز من 10 مليارات في صناديق التقاعد، واستثنت الرساميل وأرباح الشركات الكبرى. عندما ننظر إلى الخطة المعروضة نجد أن العبء الأكبر يقع على العمال. التقاعد في 60 حق مكتسب وينبغي أن ندافع عنه. صحة الفرنسيين الجيدة وتعمير متوسط حتى 82 تحول إلى عبء على أنظمة التقاعد التي ستواجه إعالة مجتمع ربعه فوق 65 دون أن تبح الحناجر. إذا ما واصلت الحكومة تجاهلنا فستندم على ذلك بسرعة. في مواجهة الشارع والنقابات لا يبدو أن الحكومة الفرنسية ستتراجع، وهي ستفرض خطتها على الفرنسيين وأن يتقاعدوا في سن 62، وأكثر ما قدمته حتى الآن هو بعض التعديلات التجميلية بانتظار إقراره نهاية الصيف أو تعبئة أكبر في الشارع. محمد بلوط، BBC، باريس.